لما كان المصريون القدماء يفكرون بالموت ما كانوا يشوفوه نهاية، بل بداية رحلة جديدة في عالم ثاني، عالم مليان تحديات ومخاطر، بس كمان فرص للعيش للأبد. وعلشان يساعدوا اللي توفوا بهذه الرحلة كتبوا كتاب الموت. تخيلوا، كتاب قديم مليان تعاويذ وصلوات ونصايح زي دليل للميت يرشده في العالم السفلي ويساعده يعدي كل الصعوبات. وكتاب الموت مش بس دليل، هو كمان كنز بيكشف لنا كيف كان المصريين يفكروا بالموت والحياة بعدها، وبيعرض لنا ذكائهم في الكتابة والفنون. مستعدين لرحلة مشوقة نكتشف فيها أسرار كتاب الموت ونغوص في أعماق الحضارة المصرية القديمة. تخيلوا حالكم في مصر القديمة. كل يوم عند غروب الشمس تبدأ رحلة إله الشمس رع في العالم السفلي. المصريين القدماء كانوا بيشوفوا بهذه الرحلة رمز لدورة الحياة والموت. ولما كان شخص يموت كانوا بيعتقدوا إنه لازم يعدي تحديات كثيرة في رحلته للعالم الآخر. ولإنقاذه من هذه التحديات كانوا بيدفنوا معاه نسخة من كتاب الموت. الكتاب ده زي ما يكون دليل بيوصل الروح لبعيد في العالم السفلي، وبيعلمها التعاويذ والصلوات اللي بتخليها تتغلب على الصعاب وتوصل للحياة الأبدية. في الحلقات الجاية هنكتشف مع بعض إيه جوه كتاب الموت وأهميته في الحضارة المصرية القديمة. كتاب الموت كنز حقيقي بيكشف لنا أسرار معتقدات المصريين القدماء عن الموت والحياة بعد الموت. جواه قصص وحكايات، تعاويذ سحرية وصلوات وأناشيد ونصايح كتير. التعاويذ دي بتساعد الميت يهرب من مخاطر العالم السفلي زي وحوش أبيب وبحيرة النار، وكمان بتساعده يعدي اختبار أوزوريس إله العالم السفلي. أما الصلوات فهي زي رسائل للميت يطلب فيها من الآلهة الحماية في رحلته، والنصايح بتعلمه إزاي يكون شخص كويس ويستحق الحياة الأبدية. كتاب الموت بيحكي كل حاجة عن رحلة الميت في العالم الآخر، وعلشان كده هو مرجع مهم نفهم منه معتقدات المصريين القدماء. كتاب الموت ما نزلش من السماء مرة واحدة، لا ده كان نتيجة لكلام كتير اتكتب قبل كده عن الموت في مصر القديمة. في البداية كان في نصوص الأهرام دي كانت بتتكتب على جدران غرف الدفن جو الأهرامات من زمان في عصر الدولة القديمة. وبعدين في عصر الدولة الوسطى ظهرت نصوص التوابيت، ودي كانت تتكتب على سطح التوابيت من بره. النصوص دي كانت أطول أو أشمل من نصوص الأهرام، وكان فيها تعاويذ جديدة ومعلومات أكتر عن العالم الآخر. وأخيراً في عصر الدولة الحديثة ظهر كتاب الموت بالشكل اللي نعرفه دلوقتي، وبقى أي حد يقدر يحصل عليه، مش بس الملوك والأغنياء. سكشن 5: فصول كتاب الموت، رحلة المتوفى خطوة بخطوة. كتاب الموت متقسم لفصول، أو زي ما بيسموها التعاويذ. كل تعويذة بتتكلم عن مرحلة من رحلة الميت في العالم الآخر، من أول ما بيموت لحد ما يوصل للحياة الأبدية. من أشهر التعاويذ دي تعويذة الخروج إلى النهار، واللي بتساعد الميت يرجع للدنيا تاني في النهار. وفي كمان تعويذة فتح فم المتوفى، ودي بتخليه يقدر يتنفس ويتكلم ويأكل في العالم الآخر. بس أهم تعويذة على الإطلاق هي تعويذة وزن القلب. التعويذة دي بتحدد مصير الميت في الحياة الأبدية. في محكمة زي بتاعة الآخرة كده بيكون أوزوريس قاعد وبيتوزن قلب الميت في كفة، وفي الكفة التانية ريشة الحقيقة. لو القلب خفيف زي الريشة يبقى الميت يدخل الجنة، أما لو القلب ثقيل بالذنوب فآموت الوحش المخيف بيبتلعه. التعاويذ دي بتبين لنا إزاي كان المصريين مهتمين بكل تفاصيل رحلة الميت في العالم الآخر، وكان نفسهم يوصلوه للجنة بأي طريقة. سكشن 6: تنوع لا نهاية له. نسخ فريدة من نوعها لكل الروح الغريب، إن ما كانش فيه نسخة واحدة بس من كتاب الموتى. كل شخص كان بيحصل على نسخة خاصة بيه بتتكتب ليه هو بس،
على حسب هو راجل ولا ست ووضعه في المجتمع. وكانت النسخ دي بتختلف في طولها ومحتواها وزينتها. بعضها كان فيه تعاويذ أكتر من التانية، وبعضها كان مزين برسومات ونقوش غالية وثمينة. التنوع ده بيوضح لنا إن الدين المصري القديم كان مرن، وكان بيسمح بتفسيرات وممارسات مختلفة. سكشن 7. الحكم الأخير. اختبار فضيلة القلب. من أكثر الحاجات إثارة في كتاب الموتى هي لحظة وزن القلب. في اللحظة دي بيقف الميت قدام أوزوريس إله العالم السفلي علشان يتحاكم على أفعاله في حياته. أنوبيس إله التحنيط بيمسك القلب ويحطه في كفة ميزان، وفي الكفة التانية بيحط ريشة الحقيقة اللي بتمثل العدل في الكون. والآلهة التانية بتتفرج باهتمام كبير ومستعدة تكتب كل حاجة. لو قلب الميت طلع صافي ونضيف من الذنوب بيكون خفيف زي ريشة الحقيقة، ويعلن أوزوريس براءته. وبعدها الميت يدخل يارو جنة المصريين ويكمل حياته في سعادة أبدية. أما لو قلب الميت كان مليان ذنوب بيكون تقيل ويخلي الميزان يميل. وهنا ينقض أموت الوحش المخيف اللي شكله غريب ويلتهم قلب الميت ويقضي عليه للأبد. المشهد ده بيدل على مدى أهمية العيش بفضيلة واتباع الأخلاق في الحياة المصرية القديمة. في الحكم الأخير مش مجرد طقس ديني، ده إيمان منهم إن الأعمال الصالحة هي اللي بتخلي الإنسان يعيش في خير في الدنيا والآخرة. سكشن 8. تعاويذ قوية. فك رموز اللغة القديمة. التعاويذ هي أهم حاجة في كتاب الموتى، لأنها بتدي للميت القوة والحماية اللي يحتاجها في رحلته للعالم الآخر. وكانت التعاويذ دي بتتكتب بلغة قديمة صعبة الفهم، مليانة رموز وصور مش أي حد يفهمها. من أشهر التعاويذ دي التعويذة 125، وبيسموها التعويذة الكبرى. في التعويذة دي بيعلن الميت براءته من الذنوب قدام أوزوريس وآلهة العالم السفلي، وبيقول كل الحاجات الكويسة اللي عملها في حياته علشان يثبت إنه يستاهل الحياة الأبدية. وفي كمان التعويذة 30، وبيسموها تعويذة القلب. في التعويذة دي بيطلب الميت من قلبه إنه ما يشهدش ضده قدام أوزوريس، وإنه ما يقولش للآلهة على الأخطاء اللي ارتكبها في حياته. التعاويذ دي بتبين لنا قد إيه كان المصريين مؤمنين بقوة الكلمة. في الكلام عندهم ما كانش مجرد كلام، ده كان قوة ممكن تغير المصائر. سكشن 10. روائع خالدة. بردية آني وكنوز أخرى. المصريين سابوا لنا مجموعة كبيرة من مخطوطات كتاب الموتى، والمخطوطات دي موجودة دلوقتي في متاحف العالم. من أشهر المخطوطات دي بردية آني، وبتعتبر من أجمل وأروع نسخ كتاب الموتى. بردية آني دي من عصر الدولة الحديثة، وتحديداً من عهد الأسرة 19، وبتتميز برسوماتها الجميلة وألوانها الرائعة، وبتصور مراحل مختلفة من رحلة آني صاحب البردية في العالم الآخر. وطبعاً في مخطوطات تانية مهمة كثير زي بردية هونفر وبردية نسبسنب وبردية هون. والمخطوطات دي بتقدم لنا فكرة واضحة عن معتقدات المصريين القدماء وطقوسهم الدينية في عصور مختلفة. سكشن 10. إرث كتاب الموتى. نافذة على الحضارة المصرية القديمة. كتاب الموتى كتاب عظيم لسه بيثير فضول الباحثين لحد دلوقتي. هو مش مجرد كتاب قديم، ده نافذة على حضارة كبيرة أثرت في تاريخ البشرية. كتاب الموتى بيساعدنا نفهم طريقة تفكير المصريين القدماء، وإزاي كانوا بيشوفوا الدنيا والحياة والموت والكون. وكمان بيوضح لنا مبادئهم وقيمهم الدينية والأخلاقية اللي كانت بتتحكم في سلوكهم وتصرفاتهم. وبفضل علماء الآثار والتاريخ، كتاب الموتى لسه بيكشف لنا أسرار عن الحضارة المصرية القديمة، وبيورينا عالم مليان غموض وسحر. سكشن 11. ختمة. صدى الحياة الآخرة في العالم الحديث. على الرغم من أن كتاب الموتى تكتب من آلاف السنين،
إلا إن تأثيره لسه موجود لحد دلوقتي في ثقافتنا وحياتنا. أفكاره ومفاهيمه عن الحياة والموت والحساب في الآخرة لسه بتلهم الفنانين والمفكرين وبتخليهم يفكروا في أسئلة كبيرة عن الوجود. شعبية كتاب الموتى بتدل على إن البشر في كل زمان ومكان بيفكروا في نفس الحاجات، زي مصيرهم بعد الموت. فالرغبة في فهم المجهول والبحث عن هدف للحياة من الحاجات الثابتة جوا كل إنسان مهما مر الوقت. كتاب الموتى بغموضه وجاذبيته بيفكرنا بأهمية العيش بأخلاق كويسة، وإننا نخلي ذكرى طيبة في الدنيا بعدما نموت، لأن الحياة قصيرة وكلنا هنموت في النهاية.